ازيكم يا حلوين؟ عايزه تعملي شكلمه وتطلع معاكي ناجحه مليون في الميه، يبقى لازم تتفرجي على الفيديو ده. هقولك المقادير بالكوبايه وبالجرام، هقولك الطريقه للتسويه المظبوطه، هقولك ازاي الحاجه اللي هتحطيها عليها وتفضل طريه معاكي لغايه اخر حبايه فيها، هقولك ازاي طالعه مرمله وجميله ويعني بالظبط يعني بصي احلى من بره 100 مره. وده هتلمسيه بنفسك لما انت تجربيها وتعمليها، ومفيش اسهل من كده. مقادير سهله جدا، لا محتاجه بقى مضرب كهرباء ولا محتاجه عجان ولا محتاجه اي حاجه، كل حاجه بالمضرب اليدوي. حتى لو ما عندكيش المضرب اليدوي هتستعملي معلقه سبتيولا او معلقه خشب حتى، وهتطلع معاكي الشكلمه ناجحه مليون في الميه. تابعي معايا الفيديو عشان تشوفي المقادير المظبوطه، عشان تشوفي طريقه التسويه المظبوطه، عشان تطلعي شكلمه بالشكل ده وبالطعم اللي انا بقولك عليه. تابع معايا الفيديو للنهاية. يلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ ونقول المقادير ان شاء الله. ان شاء الله معايا مقادير هتكون ايه؟ انا معايا 3 كوبايات جوز الهند، اللي هو المج الشاي العادي. احنا هنتكلم دلوقتي في المج الشاي العادي. 3 كوبايات جوز الهند من مج الشاي العادي، او بما يعادل 300 جرام جوز الهند. 3 كوبايات بما يعادل 300 جرام جوز الهند. طبعا جوز الهند لازم تكون مبشوره كويس قوي، ناعمه جدا، علشان تطلع معاكي الشكلمه بتاعتك ناجحه جدا. معايا كمان كوب الا تلت سكر حبيبات عادي بس يكون ناعم، ومعايا بما يعادل 130 جرام. معايا كمان 5 معالق سمنه بما يعادل 60 جرام. معايا 4 معالق عسل كلوكوز بما يعادل 60 جرام. ومعايا كمان 2 معلقه دقيق هرميين بما يعادل 30 جرام، و3 حبايات من البيض. حطيت هنا في البوله السكر مع السمنه وقلبتهم كويس قوي بالمضرب السلك. لو انت عندك مضرب كهرباء وعايزه تشتغلي بيه اوكي مفيش مشكله اشتغلي بيه، بس احنا النهارده اشتغلنا بالمضرب السلك علشان لو في حد ما عندوش مضرب كهرباء او عجان يقدر يشتغل عادي جدا بالمضرب السلك. تمام. بعد ما حطينا السكر والسمنه ضربناهم كويس قوي لغايه اما بقى كريمي معاكي، هتعملي ايه؟ هتحطي بقى الثلاث حبات البيض. لو 3 حبات البيض كبار هتحطي 3 بس، لو البيض اللي عندك بيض صغير هتحطي 4 حبات بيض. وحطيت كمان كيسين فانيليا. تمام. طيب هحط كمان، هنقلب بقى الكلام ده كله. هحط كمان معلقه صغيره خل، وبس كده. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده لغايه ما كله يتجانس مع بعض. عندي كمان 4 معالق العسل كلوكوز. ايه هو بديل العسل كلوكوز؟ انت ممكن تحطي بداله عسل نحل. 4 معالق عسل نحل بدل العسل كلوكوز. لو ما عنديش عسل نحل ولا عندي عسل كلوكوز يبقى احط عسل شربات تقيل اللي هو بتاع الكنافه. تمام. يبقى دي البدايل اللي احنا هنستبدلها لو ما عندناش العسل الكلوكوز. زي ما انتم شايفين كده انا بضرب كده ضرب متواصل علشان ادخل الهواء في المكونات وتطلع معايا الشكلمه هشه زي ما انتم شايفين كده. بس عندي بقى هنا العسل الكلوكوز حطيته، وبرضو هرجع اضرب تاني لغايه ما يتجانس العسل الكلوكوز كله مع المكونات السائله كلها. الوصفه دي ناجحه جدا يا جماعه، يعني هتعمليها وانت مغمضه وهتطلع معاكي مظبوطه مظبوطه مظبوطه، يعني زي ما قال الكتاب. بس هتفضلي تضربي فيه كده لغايه اما العسل الجلوكوز هيتجانس مع المواد السائله كلها، يعني كل الخليط ده كله يتجانس مع بعضه او يختلط ببعضه ويبقى حاجه واحده. شايفه بقى الخليط كله بقى فاتح معايا ازاي؟ قبل بقى ما احط الجوز الهند احط عليها الدقيق. اوكي تمام. انا ما عملتش كده، انا حطيت الجوز الهند وبعدين رشيت الدقيق من فوق. لا، احط الاتنين على بعض وقلبيهم وبعدين حطيهم بس كده. وهنخلط المكونات بقى كلها مع بعضها. دي رشة ملح،
احنا هنا بنخلط بس. تمام، يعني احنا مش هنعجن عشان احنا مش عايزين نطلع الجلوتين اللي في الدقيق، مش عايزين يبقى يعني نطلع العرق اللي في الدقيق، يعني احنا عايزينها لا هنعجنها كده، هنلمها بس مع بعضها وخلاص على كده. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. بس لو وصلتي معايا بقى لغايه هنا في الفيديو يبقى انت الفيديو عجبك، ما تنسيش اللايك الحلو بتاعك والكومنت الجميل عشان تشجعيني. ولو انت لسه جديده معايا في القناه ولسه ما اشتركتيش يبقى تنزلي جري جري كده تدوسي على علامه الاشتراك، وبعد كده تدوسي على علامه على الجرس وتختاري الكل عشان يوصلك كل جديد باذن الله. زي ما شايفين بقى هو ده القوام بتاعها المظبوط. عندنا 3 طرق للتشكيل. اول طريقه، الطريقه اللي انا هشكل بيها دي، اللي هو يبقى معايا كيس الحلواني ده ماشي، ومعايا البلبله الورده. طيب انا ما عنديش كيس حلواني وما عنديش اي ماء من دي استعملها، يبقى انا هستعمل كيس تلاجة عادي جدا، وهفتحه فتحه صغيره من من الجنب بتاعه، وهبدا اشكل بيه. هتديني برضو شكل بس ايه مش نفس يعني شكل الورده. تمام. طيب انا ما عنديش ده كله، هعمل ايه؟ هبل ايديا ميه. تمام، وهبدا اخد ايه، اعملها زي كوره كده واحطها، او ممكن تاخدي بشكل عشوائي بمعلقه وتحطي وتبقى نفس الكميه. تمام. تمام، زي ما انتوا شايفين بقى كده انا بعمل هنا شكل. انا حطيت هنا ورق الزبده اللي هو بتاع الكب كيك وببدا اعمل فيه. انت ممكن ما تعمليش كده، وممكن تفرشي ورق الزبده لو عندك ورق زبده من اللي هو الكبير، او ورق الحواوشي اللي هو الكويس من هو الجيد يعني، وتفرشيه في قاع الصينيه وتحطي، يا اما تستعملي صينيه تيفال او جرانيت وتدهنيها ماده دهنيه، وبعد كده تشكلي فيها الشكلمه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده هي دي طريقه التشكيل. هتشكليها زي ما انت كده، زي ما انت شايفه كده، زي البيتي فور، يعني زي ما بتكوني ماسكه القمع وبتعملي بيتي فور، فهي نفس الطريقه او نفس الفكره. الحجم طبعا الحجم اللي انت عايزاه، بس هو ده الحجم المتعارف عليه اللي بيتباع بره. انا حبيت اعملها زي اللي بتتباع بره بالظبط، حتى في التقديم علشان يعني التقديم تكون نفس الحاجه محطوطه في ورق الزبده بتاعه التقديم. هتطلعي الواحده زي ما هي كده وهتقدميها، بيبقى شكلها حلو قوي. لو انت عاملاها كمان ولو جالك ضيوف تقدميها لضيوفك، ممتازه جدا يا جماعه، ويعني ومش مكلفه كتير. يعني يعتبر كل المقادير عندك من البيت ما عدا جوز الهند. ممكن تكون جوز الهند دي حاجه فايده من عندك من رمضان، فتبداي تاخديها وتعملي الوصفه بتاعتك. وممكن على فكره تنصصي الكميه، لان الكميه دي مديني كميه كبيره. تمام، انا كنت يعني متوقعه انها هتكون اقل من كده، بس بصراحه ادتني كميه كبيره قوي ورايت معايا كميه. والطعم كمان بصراحه خيالي جدا. انا ما توقعتش انها تديني النتيجه الهايله دي. انا كده بقى لسه هزود تاني ورق، لاني انا ما كنتش شايفه ان هي هتعمل كميه كبيره، فهزود ورق تاني وهعمل. طبعا على هتحطي واحده كريس كده تكسري لون بقى الشكلمه، يا اما ممكن تحطي من فوق مربى. هتدوسي كده كده بصبعك في النص كده، تعملي بس كده حاجه للمربى. وبكيس برضو حلواني او كيس تلاجة تبدأي تحطي فيها المربى هتكون مربى فراولة، بيكون افضل علشان تديكي شكل حلو وتكسر اللون اللي هو بتاع شكلها. بس كده هتحطها في الفرن على درجة حرارة 170. تمام، على نار هادية جدا على درجة حرارة 170، اقل من درجة حرارة الكيكة. هتاخد معانا 20 دقيقة او 25 دقيقة بالكتير قوي، مش هتاخد اكتر من كده. وهتطلع معانا زي الفل، وهنشوف دلوقتي لما اطلعها من الفرن هتبقى شكلها عامل ازاي. تمام. تمام، هنا بقى بعد ما خرجت من الفرن زي ما انتوا شايفين كده معايا معلقه عسل كلاكوز، وحطيت عليها معلقتين ميه وهقلبهم كويس قوي. بديل العسل الكلاكوز زي ما قلنا العسل النحل او العسل التقيل، وهنقلبهم برضو ونخففهم كده. ومعايا فرشه وهبدا انزل بالعسل الكلاكوز او اي عسل موجود عندي على الشكلمه. طبعا مش هسقيها، ولكن بالفرشه زي ما انتوا شايفين كده، وهاخد ادهن وش الشكلمه بالعسل. تمام، ادهن وش الشكلمه بالعسل. وهي لسه طالعه من الفرن سخنه.
هندهن بس يا جماعه، مش هنسقيها زي ما انتوا شايفين كده. بس دهنتها كلها وسبتها لما بردت خالص، وبعد كده قدمتها زي ما انتوا شايفين. قدمتها بالشكل الجميل ده. بصوا بقى بتطلع كده من ورقة الزبدة على طول. شايفين شكلها؟ التسوية ممتازة. شايفين من جوه عاملة ازاي؟ بجد بتتكلم عن نفسها، يعني مش محتاجة اصلا ان انا اقول لكم هي عاملة ازاي. بصوا شكلها بيتكلم عن نفسه. طعمها خرافي، حلو قوي، رهيبة بجد. يعني انا ما توقعتش النتيجة دي ابدا. فجربوها، هتعجبكم على ضمانتي. وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وايه كمان، واشوفكم على خير.